النهارده هنتكلم عن عمر افندي، المسلسل اللي ابهرنا كلنا. بصراحه مسلسل حاجه 13 خالص، حاجه اكسترا جمدان. يعني المسلسل قدر يوصل لنا حاجات عن فتره الاربعينات وكانت فعلا صحيحه. تعالوا اقول لكم كام حاجه منهم كده. فاكرين دياستي البوسطجي الراجل الكمل؟ زمان الفدائيين علشان يوصلوا جوابات لبعض كانوا في جوابات بتتفتح قبل ما توصل لهم، كنوع من التجسس. يعني علشان يتفادوا الحركه دي كانوا بيستخدموا الحبر السري. يعني ايه حبر سري اصلا؟ الجواب كان بيبقى فاضي، كانوا بيستعملوا ماده الكوبالت كلورايد اللي هي ماده مائيه لونها بينك او احمر كده مايل للفوشيا، وكانت اول ما بتتكتب ما كانتش بتبقى باينه، لازم تتسخن، واول ما تتسخن بتتحول لماده من مائيه للا مائيه وبيتحول لونها لازرق، واي حد يفتح الجواب يلاقي الجواب ما فيش منه فايده لان الجواب فاضي. عم شلهوب بقى ابو عبد الرحمن يهودي اصيل اللي كان مستعد يروح الازهر ويغير ديانته في ثانيه، وكل ده ليه؟ علشان كان تخفي اليهود من الالمان، وده كان فعلا بيحصل. اليهود كانوا بيتخفوا في اسماء اسلاميه علشان يعيشوا في سلام خوفا من الالمان. فاكرين بقى زفه الانجليزي في العشه؟ تعال احكي لكم القصه بتاعتها. زمان المصريين كانوا عايزين ياخدوا بطارهم من الانجليز، بقى يعملوا ايه؟ ياخدوهم في حاره اخرها فرح وكوشه، زفه مزيفه يعني، واول ما يوصلوا يتكتروا عليهم مجموعه من المصريين ويعملوا معاهم احلى واجب، وبعد كده يستبدلوا ملابسهم بملابس سيدات ويقعدوهم في الكوشه ويزفوهم زفه الانجليزي في العيش. كلنا اكتشفنا في اخر المسلسل ان السرداب بيرجع لورا مش بيطلع لقدام. نهايه المسلسل كان نقل من سنه 43 لسنه 42، وكل الناس ما كانوش عارفين مين عمر افندي اصلا. انتوا بقى كان نفسكم نهايه المسلسل تكون عامله ازاي؟ وتفتكروا الجزء الثاني هيكون شايل لنا ايه؟